السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة جات بتقول: أنا شخص عصبي جدا، بنفعل بسرعة، بتوتر غصب عني، فبشتم أحيانا، بضرب أحيانا، بعمل تصرفات ابتديت أحس إن كل اللي حواليا ابتدوا يخافوا مني وما يقربوش مني ويبعدوا عني، ودي حاجة مضايقاني جدا. هل في طريقة أبتدي أعدل بيها انفعالاتي دي ولا لأ؟ طبعا في. بس قبل ما أجاوب على السؤال ده عايزة أعرف تعديل بسيط جدا لكلمة عصبية. الناس فاهمة غلط إن العصبي هو اللي بيشتم، هو اللي بيضرب، هو اللي بيزعق، والحقيقة إن العصبي هو اللي بتتأثر وظائف أعضائه بالمحيطات. يعني لو أنا وإنتي ماشيين وفي خناقة، فإنتي رحتي بسرعة تساعدي في الخناقة فتوترتي فضربتي فشتمتي، وأنا واقفة مكاني بس ضربات قلبي ابتدت تزيد، إنتي ضربات قلبك ما زادتش، إنتي انفعلتي فرحتي، يبقى أنا العصبية مش إنتي. واحد عصبي فتوتر فالقولون عنده تعبه، واحد جسمه وجعه من العصبية، سخن من كتر العصبية، يبقى ده اللي عصبي. يبقى العصبي هو اللي أعضاؤه بتتأثر بالمحيطات بيه، مش باللي بينفعل. كلنا بنغضب، كلنا بنغضب. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام واحد راح سأله، قال له: يا رسول الله انصحني. قال له: لا تغضب. أول حاجة نصحوا بيها إن احنا منغضبش، لان احنا واحنا بنغضب بنغلط وبنفكر غلط، ولكن التعبير عن الغضب هو ده اللي احنا لازم نتعلم نسيطر عليه. في حاجة اسمها فن إدارة الغضب أو فن إدارة الانفعال. أعمل إيه لما أتوتر وأتعصب عشان ما أغلطش وأخسر الناس اللي قدامي؟ رقم 1، نعد من 1 ل10، يا 1 2 3 أو 10 9 8. ليه؟ لما بنغضب في هرمون اسمه الكورتيزول والادرينالين بيزيدوا جدا، فبالتالي بنقول كلام مش بيمر اصلا على عقلنا، بنقول كلام كده وخلاص. الكلام ده ممكن يأذي جدا الشخص اللي قدامي، ممكن اعمل بيه مصيبة، ممكن اغضب فاتضايق جدا فيبقى رد فعلي أسوأ من الفعل اللي جالي. يعني هي قالت سر فانا اروح رزعها سرين 3 من عندي فبقيت انا أسوأ منها. ودايما اقول: هو لو في كلب جه عضك هتروح تجري وراه تعضه؟ لا طبعا. فدايما بقول: لا تسمح للقبيح ان يسرق منك المليح. ما يجيش حد يعصبك فينجح فيخليك اوحش منه، لا. اهدى وعد من 1 ل10، هتهدى وهتفكر افضل. تاني حاجة، تاخد نفس عميق لثواني،